مبروك عيدكم. جيت وجبت لكم كيكه ديال البركه اللي غتحمر لكم وجهكم قدام الناس، كتجي زوينه بزاف. مقاديرها مضبوطه، غتلقاوها في اسفل الفيديو، غنقولها لكم حتى هنايا. قبيصه ديال الملحه، كيس ديال الفاني، 3 البيضات، كاس الا ربع ديال الزيت. اللي بغى الفيديو كامل غيلقاه في الصفحه ديالي اللي هي كنوز الطبخ. غنخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم، غادي نزيد عليهم كاس مع مرش ديال السكر سنيده. نخلط سنيده تذوب ليا، وغادي نزيد عليها 3 ديال الساشيات ديال الكاكاو اللي نكون مغربلاهم اولا ناخلاهم مزيان مزيان. غنخلطهم حتى ينسجموا ليا المكونات، وغادي نزيد عليهم الدقيق. بالنسبه للدقيق، هاد الكيكه كفاني فيها 140 غرام، ما يعادل كاس وربع ديال كاس العنبه ديال الدقيق الابيض، نوعيه مزيانه. غادي نزيد دانون فاني اللي كيكون اصيل على المكونات، وغنخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم. بالنسبه للخليط ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف بزاف، باش ما تطلعش لكم الكيكه الفوق وكذلك ما تهبطش لكم من التحت. هنا غادي ندير 2 ساشيات من خميره الحلوى، ما يعادل 16 غرام حتى هما، غادي نخلهم مزيان وغنخلط المكونات. ندوزو للكريمه، عندي نصف لتر ديال الحليب، 3 المعالق ديال السكر سنيده، 3 المعالق من كريم باتيسير، ممكن تعويضو بالنشا. غادي ندير فانيا، واقيلا ما تصورتش ليا. غنخلط المكونات مزيان، غنديرهم على نار مهيله مع التحريك المستمر حتى يولي ليا الشكل كريمي. وغادي نخويه على الكيكه اللي كتكون باقا خضره، باقا ما ندخلهاش للفران. هنا تحذف ليا هاد المقطع، ندخلها للفران على نار مهيله من الاسفل حتى نشم الريحه ونطفي عليها. هنا ما كنقربوش ليها، كنخليوها حتى تبرد تماما، وكنزوقوها باش ما بغينا. هذه هي الكيكه من الداخل. ما تنسينيش حبيبتي من الدعم ديالك ومن حركه الاكسبلور. الى اللقاء.